أسرار وتكات صينية بطاطس بالكفتة خطيرة. هاتي طماطماية وقطعيها شرايح، وبصلاية وقطعيها شرايح، وعندي فلفل أخضر وفلفل أحمر. المتوفر عندك من الخضار قطعي. هنقطعه بشرايح بالشكل ده. وعندي بطاطس أنا مقشراها وغسلها كويس جدا وقطعتها بسمك 1 سنتي، وجزراية برضو قشرت القشرة الخارجية وقطعتها بسمك 1 سنتي. عندي لحمة مفرومة، بصلاية مفرومة وصفتها من المية كويس، وخدت التفل بتاعها وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة وبابريكا او بهارات كفتة. سمغي بقى الكفتة بتاعتك كويس جدا لحد ما يظهر ليها خيوط، وابدأي كوريها كور كده، وحطيها في التلاجة لمدة 10 دقايق تتشمع بس عشان الجو حر. طاسة على النار او جريلا وحطي فيها معلقة زبدة، وهنبدأ ندي للحمة بتاعتنا صدمة. يعني ايه هنديها صدمة؟ يعني هخليها تاخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. الحركة دي بتدي طعم حلو قوي للكفتة. خدت لون ذهبي، حطيتها في صينية، الخضار بتاعي رش عليه شوية ملح وفلفل اسمر، وبدأت اديله برضو صدمة. حطيته في الصينية بالشكل ده. تمام قوي. ننزل بقى بالخضار بتاعنا في صوص اللحمة كده، يا سلام على الريحة، عايزة اقولك رهيبة. رصيها بقى كده، وكوباية شوربة بمعلقة صلصة، وانزلي عليها كده ودخليها الفرن. احلى صينية بطاطس هتاكليها في حياتك. باي باي.